الجديد، وصل الجديد. شوف وتمنظر، شوف وتمنظر، كحل عينك ما تخسر. هبا بابا 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 يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. الليلة هنعمل قراصة بالدمعة. خليك قريب حاجة كده من الآخر. أولا نجهز القراصة، نجيب وعاء نكب عليه نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، ونضيف عليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة باكنج باودر. تجيب المضرب اليدوي وتخلط المكونات الجافة دي كويس، وبعدين نجيب 750 ملي موية ونصب الموية على مراحل. نصب ونضرب ونصب ونضرب لحد ما نوصل للقوام ده. نغطيه ونشيله ونحطه على جنب، ونيجي لمرحلة التقطيع. جبت لي كيلو إلا ربع بصل، وبدأت أقطع كله زي ما انتوا شايفين كده، تقطيع محترف كده بتاع شفات والكلام ده. نقطع البصل ده لحد ما نخلص الكمية البصل كلها. ونجي للدجاج، جبت لي 800 جرام وراك دجاج. ممكن تستخدم دجاجة كاملة مقطعة، بس أنا استخدمت وراك. بعد ما قطعتها وكده حطيتها في محلول ملحي، لو في أي زفارة تروح. شلت البصل وأحطه على البوتاجاز، حلة على النار، نضيف عليها كمية زيت محترمة زي ربع كاسة كده لحد ما الزيت يسخن، ونبدأ نحط البصل ونتأمل في الصوت ده. هنقلب البصل في النار لحد ما يتبل للآخر كده. هنصب عليه الدجاج، ونضيف عليه عيدان قرفة وعليهم كم ورقة بتاعت غار، ونجهز موية سخنة نكب عليها لحد ما تغطي الفراخ وتديها تحريكة خفيفة كده، ونغطي الحلة ونخليها تغلي لمدة ربع ساعة كده. وبعد 15 دقيقة نيجي نفتح الحلة، وجبت لي صحن كده طلعت الدجاج، وبالمفرقة حاولت أزود جزء من البصل في النار على قد ما أقدر، ولو معاك هاند بلندر استخدمها. بعدين رجعت الدجاج في النار وانتظرت لحد ما يغلي، وكبيت لي ظرفين صلصة، وقلبت الصلصة دي في النار وانتظرت لحد ما تتقل كده. وبعدين بهرتها معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كمون أو شمار، وثلاثة معالق صغار كزبرة، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، وعليهم معلقة كبيرة توم. ونقلب الحفلة دي كلها مع بعض ونخليها تتسبك لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق نيجي لآخر مرحلة اللي هي الملح. نضيف معلقة صغيرة ملح ونقلبها تقليبة أخيرة ونطفي النار. ونيجي للحاجة اللي نسيناها اللي هي القراصة. في نار متوسطة نحط الطاوة على النار وندهنها بشوية زيت، وبالكمشة بتاعتك نقول بسم الله ونكب أول كمية، ونبدأ نفردها على الجنبات ونخليها لمدة 5 ل7 دقايق كده. وبالمعلقة تبدأ تحررها من الأطراف على كم حركة يمين وشمال تلقاها تحرر معاك. تقلبها على وش التاني ونخليها لمدة 3 ل5 دقايق كده، بعدين نرفعها من النار. بنفس الطريقة قعدت أكرر في العملية وطلعت الروح الشيفة الجواي لحد ما خلصت الكمية اللي معي، ويا ريت لو ما خلصت. وبعد ده أحكم نيجي لآخر شي عشان نرسم اللوحة الفنية. الصحن بتاعك تحط لك قراصة واحدة على الدمعة وتدهنها بالأطراف كده، وتاني قراصة عليها بفوق، وتاني كب عليها دمعة وتدهنها على الأطراف. وبعدين نحط آخر قطعة وبفوق عليها نحط لنا قطعة دجاج تتربع بفوق عليهم، وزيادة دمعة على الأطراف. شوف اللون وشوف الطبقات. وصلنا كده لنهاية اللوحة الفنية، ونتمنى إنكم تجربوها، واكتبوا آراءكم تحت في التعليقات. ودمتم في أمان الله.